السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده بإذن الله هنحل تدريبات الدرس الأول، درس موقع ومظاهر سطح قارتي آسيا وأوروبا، دراسة الصف السنة الإعدادي الفصل الدراسي الأول من كتاب المدرسة. ويلا بينا نشوف عندنا هنا التدريبات. رقم ألف أو السؤال الأول، لاحظ واحد. لاحظ خريطة أوراسيا التالية ثم اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليه. يعني هو جايب لنا خريطة آسيا وأوروبا اللي هي متشكلة في كلمة أوراسيا، وعايزنا نكتب مدلول الأرقام الموجودة عندنا. طيب رقم واحد هضبة. فين رقم واحد؟ هنا. دي هضبة ايه؟ دي هضبة التبت. هضبة التبت. التبت. رقم اتنين جبال. فين رقم اتنين؟ الجبال اللي جنب هضبة التبت اسمها جبال ايه؟ دي اسمها جبال الهيمالايا. الهيمالايا. تمام. رقم تلاتة نهر. فين رقم تلاتة؟ النهر اللي موجود هنا ده اسمه نهر ايه؟ نهر الفولجا. نهر الفولجا. رقم أربعة هضبة. فين رقم أربعة يا مس؟ هنا. الهضبة اللي موجودة هنا اسمها هضبة إيه؟ دي اسمها هضبة الميزيتا. هضبة الميزيتا. الميزيتا. رقم خمسة البحر. فين رقم خمسة؟ هنا. ده البحر اسمه إيه؟ ده البحر المتوسط. المتوسط. تمام يا مس. رقم ستة السهل. فين رقم ستة؟ هنا. السهل اللي هنا موجود اسمه سهل إيه؟ ده اسمه السهل الأوروبي العظيم. السهل الأوروبي. الأوروبي العظيم. تمام. رقم سبعة مدار. فين رقم سبعة؟ هنا. ده اسمه مدار ايه؟ ده اسمه مدار السرطان. السرطان. تمام يا مس. تمانية بقى، دي دائرة عرض أو دائرة ايه؟ دي دائرة الاستواء. الاستواء. تمام يا مس. شوف اللي بعد. السؤال التاني فكر وقارن. قارن بين الأهمية الاقتصادية والحضارية لموقع كل من قارتي آسيا وأوروبا في الجدول التالي. يعني هو جايب لنا نقارن ما بين آسيا وأوروبا من حيث الأهمية الاقتصادية والأهمية الحضارية. طب تعال نشوف قارة آسيا بالنسبة للأهمية الاقتصادية. الأهمية الاقتصادية الموقع الجغرافي، وده خلاها تمثل معبر الرئيسية لطرق التجارة العالمية. بس عندنا طرق التجارة زي إيه؟ طرق التجارة البرية والبحرية منذ العصور القديمة. طيب الطرق التجارة البرية والبحرية زي إيه؟ زي طريق الحرير وطريق الإيه؟ وطريق التوابل. يبقى عندنا هنا الموقع الجغرافي ده خلاها تمثل معبر رئيسي لطرق التجارة العالمية. طيب عندنا طرق التجارة البرية والبحرية زي طريق الحرير وطريق الإيه؟ التوابل. طب بالنسبة عندنا الموقع الفلكي، احنا اتكلمنا عن الموقع الجغرافي، نتكلم عن الموقع الفلكي. الموقع الفلكي أدى لحدوث تنوع كبير في مناخه. طيب في تنوع كبير في المناخ وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات، وطبعا المحاصيل الايه؟ الزراعية. طب احنا كده اتكلمنا على الأهمية الاقتصادية. الأهمية الحضارية يا مس. الأهمية الحضارية بالنسبة لقارة آسيا قامت فيها العديد من الحضارات. زي ايه؟ زي الحضارة الصينية، الحضارة الهندية، الإسلامية، الفينيقية، حضارة بلاد الرافدين. وكل الحضارات دي لسه هناخدها إن شاء الله في الدروس اللي بعد كده. يبقى الأهمية الحضارية قامت بها العديد من الحضارات زي حضارة بلاد الرافدين العراق، حضارة فينيقيا، الحضارة الصينية، الهندية، الإسلامية. طيب يا مس، يبقى احنا كده اتكلمنا عن موقع قارة آسيا بالنسبة للاقتصادية والحضارية. طب نتكلم عن قارة أوروبا. الأهمية الاقتصادية لقارة أوروبا، عندنا الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. الموقع الجغرافي، موقع جغرافي قارة بالنسبة لقارة أوروبا ده ساعدها على سهولة التواصل بينها وبين باقي قارات العالم. عندنا زي مثلا قارة أفريقيا وقارة إيه؟ وقارة آسيا. يبقى عندنا الموقع الجغرافي ساعد على سهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين قارات العالم. الموقع الفلكي وده ساعد على تنوع الإيه؟ مناخه. طب بالنسبة للأهمية الحضارية، الحضارات اللي كانت موجودة في قارة أوروبا، عندنا إيه؟ عندنا الحضارة اليونانية والحضارة الرومانية، ودي برضو إن شاء الله لسه هناخدها قدام. بالنسبة للحضارات الغربية الحديثة، ودي شهدت الثورة العلمية والإيه؟ والصناعية. طيب يا مس، شوف اللي بعده. السؤال الثالث اقرأ واجب. أنهار تجذب العالم. مشاهد من الصين وفرنسا. تعد الأنهار من أهم عوامل الجذب السياحي في العالم، ومن أبرزها نهر اليانجستي في الصين ونهر السين في فرنسا، حيث يجذب نهر اليانجستي ملايين السياح سنويا عبر رحلات نهرية تمر بالجبال والمعابد القديمة. كما يعد سد الخوانق الثلاثة من أشهر معالم. أما نهر السين فيعتبر قلب باريس، ويوفر رحلات بالقوارب لرؤية معالم مشهورة زي إيه؟ زي برج إيفل وكاتدرائية نوتردام.
وتمنح هذه الأنهار السياح تجربة تجمع بين الطبيعة والثقافة والتاريخ، بس هي تتعرض لعدة أخطار، ودي الأخطار دي بتؤثر بالسلب على المياه بتاعتها وطبعا التنوع البيولوجي بها. لذلك فإن حماية البيئة النهرية ضرورية عشان نقدر نحافظ على استخدام السياحة فيها. طيب يا مس تعال نشوف الأسئلة. ألف، اذكر معلمين بارزين يمكن رؤيتهما خلال الرحلات في نهر الينجستي ونهر السين. طيب تعال نشوف زي ما هو مكتوب عندنا فين في الفقرة. عندنا المعالم البارزة في نهر الينجستي، إيه عندنا هنا الجبال اللي هي رحلات نهرية تمر بالجبال والمعابد القديمة، وكمان يعد سد الخوانق الثلاثة من أشهر معالم. دي بالنسبة لنهر اليانجستي. أما بالنسبة لنهر السين، نهر السين ده الرحلات اللي بتعدي فيه رحلات بالقوارب عشان نقدر نشوف المعالم المشهورة. طب المعالم المشهورة اللي على نهر السين إيه؟ عندنا طبعا برج إيفل وكاتدرائية نوتردام. طيب يا مس يبقى دي رقم ألف. تمام. رقم ب، في رأي كيف تساهم الأنهار في تعزيز السياحة الثقافية؟ احنا زي ما شفنا نهر السين ونهر اليانجستي في عندهم في شدة السياح أو تجذب السياح عشان تشوف المعالم الأثرية الموجودة عندهم. طب الأنهار دي إزاي بتساهم في تعزيز السياحة؟ إن الأنهار دي بتعمل على سهولة التنقل طبعا عشان نشوف الآثار والمناطق السياحية، وده بيؤدي لتعزيز السياحة الثقافية ونموها. طيب يا مس رقم ج، ابحث عن عبر شبكة الإنترنت اللي هي المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت عن الأخطار البيئية اللي بيتعرض لها الأنهار في قارتي آسيا وأوروبا وجهود الدولة أو الدول للتصدي لها، ثم لخص ما توصلت إليه في عرض تقديم. السؤال الرابع، اقرأ واجب. جبال الألب، تتميز جبال الألب الالتوائية بتنوعها الطبيعي الغني، فهي منبع أساسي للمياه وطبعا مصدر للطاقة المائية، كما تتميز بإنتاجها الوفير من الأخشاب، وتمتد سلسلة جبال الألب في عدة دول أوروبية رغم وعورته وارتفاعه، فإنها لم تكن حاجزا أمام الإنسان وتحركاته بسبب وجود ممرات عديدة به. طيب ألف، لم تكن جبال الألب حاجزا أمام الإنسان وتحركاته أثبت صحة ذلك، فإحنا ممكن نقول حيث يوجد بها العديد من الممرات. هنقوم كاتبين رقم ألف، حيث يوجد بها العديد من الممرات. تمام يا مس. رقم ب، لخص الأهمية الاقتصادية لجبال الألب. ما هي الأهمية الاقتصادية لجبال الألب؟ الأهمية الاقتصادية عندنا التنوع الطبيعي الغني، فيه تنوع طبيعي، وطبعا هي بتكون منبع أساسي للمياه ومصدر المياه المائية. طيب وكمان بتتميز بإنتاجها الوفير من الأخشاب. هنقوم كاتبين هي منبع أساسي للمياه ومصدر للطاقة المائية، كما تتميز بإنتاجها الوفير من الأخشاب، ودي رقم ب. تمام يا مس. رقم ج، استخدم شبكة المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت وعن الدول التي يمتد بها سلسلة جبال الألب. طيب يا مس عندنا سلسلة جبال الألب بيمر بها 8 دول أوروبية. طب إيه هي ال8 دول الأوروبية اللي بيمر بها سلاسل جبال الألب؟ عندنا رقم 1 فرنسا، موناكو، سلوفينيا، ليختنشتاين. طيب يبقى هنقوم كاتبين الدول. فرنسا دي رقم ج، نغير بس اللون، هنقوم كاتبين فرنسا. النمسا، سويسرا، سويسرا. هنقول إيطاليا، إيطاليا. بعد إيطاليا ألمانيا، بعد ألمانيا موناكو. سولفينيا. وبعد كده ليختنشتاين. تمام مس. تمام. شوف السؤال اللي بعده، السؤال الخامس، فكر وأجب. ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع تصويب الخطأ، ونخلي بالنا من كلمة مع تصويب الخطأ يا مس. رقم 1، تعد قارة آسيا ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة. طبعا خطأ. ليه يا مس؟ لأن قارة آسيا تعد أكبر قارات العالم من حيث المساحة. رقم 2، تحيط المسطحات المائية بقارة أوروبا من جميع الجهات. لا طبعا.
ليه؟ لأن أوروبا بتحط بها المياه مش من جميع الجهات. ليه؟ لأن عندنا 3 جهات، عندنا المحيط الأطلنطي في الغرب، ومن الجنوب البحر البحر المتوسط، ومن الشمال المحيط القطبي الشمالي. لكن بالنسبة للشرق عندنا قارة قارة آسيا. فهنقوم كاتبين طبعا خطأ، لأن هي 3 جهات. 3 جهات. رقم 3، تعد هضبة الدكن أعلى هضبات قارة آسيا؟ لا. ليه؟ لأن أعلى هضاب قارة آسيا اللي هي هضبة التبت. رقم 4، تقترب من قارة أوروبا من قارة آسيا عند مضيق البوسفور والدرانيك؟ طبعا صح. سوا. رقم 5، تقع معظم قارة آسيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية؟ طبعا صح. يبقى قارة آسيا بتقع في النصف الشمالي. رقم 6، تمتد سلاسل جبال الهيمالايا في آسيا، وكمان تعد أعلى وأضخم السلاسل الجبلية في العالم؟ صح. سوا. يبقى تمتد سلاسل جبال الهيمالايا في آسيا، ودي كمان تعتبر أعلى وأضخم السلاسل الجبلية فين؟ في العالم. رقم ب بما تفسر. رقم 1، تعرف هضبة التبت باسم سقف العالم. ليه هضبة التبت تسمى سقف العالم يا مس؟ تسمى سقف العالم أو تعرف بهضبة التبت بسقف العالم لأن هي تعد أعلى هضبة في العالم. فنقوم كاتبين لأنها تعد أعلى هضبة في العالم. تمام يا مس. رقم 2، الأهمية الاستراتيجية لموقع قارة أوروبا. إيه هي الأهمية الاستراتيجية لقارة أوروبا؟ الأهمية الاستراتيجية إن هي بتطل على مسطحات مائية مهمة، وكمان بتشرف على ممرات ملاحية. طيب إيه هي الممرات الملاحية اللي موجودة في قارة أوروبا؟ عندنا طبعا مضيق جبل طارق، ومضيق البوسفور، ومضيق الدروني. هنقوم كاتبين لأنه تطل على مسطحات مائية مهم. طيب إيه كمان؟ تشرف على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية استراتيجي، مثل مضيق جبل طارق والبوسفور والدرانيل. تمام يا مس. تمام. رقم 3، تأتي قارة آسيا في المرتبة الأولى من بين قارات العالم من حيث أطول سواحل. ليه يا مس بتأتي قارة آسيا في المرتبة الأولى بين قارات العالم من حيث أطول السواحل؟ ليه؟ بسبب اتساع طبعا المساحة، وطبعا طالما في اتساع مساحة يبقى في كثرة خلجان والأذرع المائية بها. هنقوم كاتبين رقم كام؟ دي رقم 3. هنقوم كاتبين بسبب اتساع مساحتها وكثرة الخلجان والأذرع المائية بها. تمام يا مس. تمام. طيب نشوف رقم 4، قيام العديد من الموانئ الطبيعية في قارة أوروبا. ليه في قارة أوروبا يوجد العديد من الموانئ الطبيعية؟ يوجد العديد من الموانئ الطبيعية بسبب إيه؟ بسبب كثرة تعاريج السواحل. هنقوم كاتبين بسبب كثرة تعاريج سواحلها. طيب يا مس شوف اللي بعد. رقم ج أجب عما يلي. رقم 1، ما المقصود بالأرخبيل؟ يعني إيه يا مس أرخبيل؟ الأرخبيل مجموعة من الجزر المتجاورة. رقم 1، مجموعة من الجزر المتجاورة. طيب يا مس رقم 2، النتائج رتبت على الموقع الفلكي لقارة آسيا. طيب يا مس ايه هو النتائج رتبت على الموقع الفلكي لقارة آسيا؟ ان ترتب عليها ان في حدوث تنوع كبير في المناخ. يبقى في تنوع مناخ، طالما في تنوع مناخ يبقى بالتالي تنوع في النباتات الطبيعية والحيوانات، وطبعا المحاصيل الزراعية.
هنقوم كاتبين ترتب على ذلك، ترتب على ذلك حدوث تنوع كبير، تنوع كبير في مناخه، تنوع كبير في مناخه، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات. وبكده نكون خلصنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم، تزورني في حل باقي التدريبات مع المواد، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين زي ما احنا متعودين، وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله